السلام عليكم. انتهى موضوع تمايز الصفوف وأتى موضوع التخندق الآن وخدمة تل أبيب علنا. علنا يا مسلمين، علنا. السيسي، قافلة الصمود، الشباب، البنات، الناس المسلمين العرب اللي مشاركين فيها، ما بين سجن، ما بين طق ضرب، ما بين سحبوهم من الأوتيلات يدخلوا عليهم، شيل القميص اللي عليه صورة فلسطين. تخيلوا، عشان ما نقولكم الصهيوني ولد مليكة هو اللي يحكم مصر، وعشان ما نقولكم انه يدعي استشرافا انه بيحافظ على سيناء وما يبغى يهجر الفلسطيني من ارضه، كله حكي فاضي، لان هذه احسن فرصة لك اساسا تبين عن رفضك انك تبي تحافظ على وحدة سيناء وما تبي تدخل الفلسطيني او تهجره من ارضه، فبينت كذبته وانحط في خانة اليك. لحقوا الثاني، ولد عبد الله. ولد عبد الله زعلان على الصهاينة، ما يبغى الصور يخطيها على روسهم، فيطيحها على روس الأردنيين ويسقطها في أراضي الأردن. الثاني. الثالث، ابن سعود أيضا من أراضيه البريطانيين صادين طيارات ومطيحين مسيرات لإيران الإسلامية. يعني يا مسلمين، ويعني يا عرب، ويعني يا دولنا العربية المحترمة، جاء الوقت اللي الآن تشوفوا فيه فعلا على أرض الواقع مين هو اللي مع الصهاينة ومين هو اللي يضرب الصهاينة. طبعا حكامكم كلهم قاعدين يقولوا الضربات هذه تمثيل وما تمثيل، والعلماء اللي مخ الواحد فيهم يسوى السعودية على دول الخليج كلها قاعدين يلعبوا الإيرانيين. فاللي يكذب الدم واللي يكذب التضحية بهذا الشكل هو الصهيوني، وهو اللي مع الصهاينة. وجاء الوقت الذي خلاص خلصنا الحين. الله يقوي إيران الإسلامية على من عداها وينصرها، لأن نصرها من نصر المسلمين. إيران لم تخضع ولن تخضع لا للتطبيع ولا للأمريكان ولا مصادرة سيادتها، هي لن تقبل بذلك. لذلك هي مسوية اللي عندها من أسلحة ومجهزة نفسها مضبوط. تعرف العملاء في الشرق الأوسط أذرع سايكس بيكو يبي يقضوا عليها. هذا واحد. الصهاينة فضحوا ابن سعود وفضحوا الأردن وفضحوا مصر وفضحوا الشرع. كيف نسيت الشرع أنا؟ الشرع من درعا قاعد يضرب إيران. الشرع اللي سلم جبل الشيخ وسلم 500 كيلو متر، والصهاينة ربع ساعة عند دمشق، أيضا هو قاعد يضرب إيران. فضحوهم الصهاينة إنه يسكتوا على عملائهم، لا، قالوا نشكركم إنكم وفرتوا لنا وصديتوا عنا جويا وساعدتونا جويا. تمام. في حاجة كمان كثير مهمة يا جماعة. أنا أوجه رسالة للأصفر في لبنان. أنا أوجه رسالة للأصفر في لبنان. اللي متابع الرابطة متابعنا يعرف إنه كلامنا ما ينزل الأرض، ويعرف إن توجيهاتنا وكلامنا ونصايحنا دائما صحيحة. الكيان المحتل معطيكم هدنة عمدا، يمطمط هذه الهدنة ويطولها عشان ينقيكم واحد واحد، يخلص عليكم واحد واحد، يخلص على قياداتكم وعلى الفاعلين وعلى الصفوف الأولى. بعد اللي يخلص عليهم بالصف الأول بالأصفر بيكمل الصفوف الثانية والثالثة والرابعة إلين ما يتفتت الأصفر نهائيا. وإذا تفتت نهائيا ترك عليهم عون على البقية، يلا سلموا أسلحتكم وراحت لبنان. لذلك هذه الهدنة يجب أن تجد لها مخرج عشان تشتغلوا على الأرض، لأن الهدنة ليست في صالحكم. الهدنة ليست إلا الهدنة لصالح واحد، الناس شخصية واحدة أو طرف واحد. الهدنة لصالح تل أبيب اللي قاعد تجسس عليكم وقاعد تخترقكم وتعرف قياداتكم وين تروح وتعرف كل حاجة وقاعدة تصيدهم واحد واحد. وكل ما طولت الهدنة زبطوا سوريا وزبطوا الشرع ودخولهم عليكم بالاجتياح مع الحزب هذا، بعد ما يخلصوا على القيادات وعلى الناس المسؤولين وعلى الناس اللي تتخذ قرارات ويضعفوه ويفتتوه على 2 على 3 على 4. هذه الحرب مثل ما قالت الرابطة من أول ما بدت، ومصرين حنها على هذا الكلام، إن هذه الحرب حرب وجودية. إن لم تقضوا على الكيان، الكيان قضى عليكم. انتهى. ما في وقت لأن إسرائيل لازم تبلع. وأصر أيضا إنه الحرب اللي على إيران الآن سوف تستمر،
وزي ما قلنا لما قلنا لكم هم قاعدين يماطلوا يقولوا الضرب ب3 أيام 4 أيام، الضرب بالليلة. هم كمان قاعدين يماطلوا إنه ممكن نوقف لو إيران وقفت، وممكن. غير صحيح، غير صحيح. إيران لن تتنازل عن برنامجها النووي، لن تتنازل عن برنامجها النووي. والتنازل عن برنامج النووي يعني التنازل عن السيادة، التنازل عن التسليح، التنازل عن السلاح. يعني واحد يجيك تشوف بلطجة إسرائيل في المنطقة ويقول لك بعطيك سلاحي. يعني عنفوان غبي صراحة، يعني عنجهية على طغيان، ليس لها توصيف، ليس لها توصيف. لا، ولو سمحت أنا أبي أخلص عليك، سلم لي سلاحك، سلاحك مشكل أزمة عندي، ماني قادر أخلص عليك. الضربات مستمرة، ولا زال الكيان الصهيوني مستمر في ضرباته على إيران. وعلى فكرة إيران حترد اليوم والمساء كمان غالبا، وما راح تنتهي عند هذا، لأنه الأمريكان بدأوا يسحبوا بعضا من أسلحتهم الهجومية في أوكرانيا على الشرق الأوسط. هل هذا يدل على نهاية المعركة أم بدايتها؟ حراكم في بث بعد 10 دقائق، نراكم على خير.